لازم تقبل الماضي وتتصالح مع أخطائه. لازم تعرف إن إحنا ما بنتعلمش في الحياة إلا بالأخطاء. رحلتنا في الحياة بتعلمنا عن طريق ارتكاب الأخطاء. لازم نغلط عشان نتعلم، وإنت المفروض تكون مبسوط برحلتك. المشكلة هنا إن الطفل الداخلي جواك ما بيبقاش مبسوط ولا سعيد بده أبدا. مش عاجبه شكل رحلتك، مش عاجبه إنك اتعلمت من الغلط، لأنه مش عاجبه إن أنت غلطت أصلا. وهيقاومك ويشكك في رحلتك. هيقولك بص فلان بقى أحسن منك، بص فلان في الوقت اللي أنت كنت عملت فيه كذا بص هو عمل إيه، بص كان المفروض تبقى كذا وما بقتش. وهنا لازم تقول للطفل الداخلي اللي جواك ستوب، انا سعيد برحلتي، انا متقبل اخطائي، هو ده انا. ولازم يكون عندك الوعي بان الطفل الداخلي اللي جواك ما يتحكمش في حياتك، والا هتصبح ضحيه ليه، وهيتلاعب بمشاعرك ويسيب لك احاسيس وحشه زي الخوف والاكتئاب والقلق وغيره. عشان كده لازم يبقى عندك قبول باللي حصل في حياتك، وتحاول تتخطاه وتعالج الطفل الداخلي، لانه هيفضل يشتكي طول الوقت زنان. لازم تقنع الطفل الداخلي اللي جواك انك متصالح مع اخطائك وماضيك.